بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وبخير وبصحة وعافية. أهلا وسهلا فيكم جميعا، حياكم الله. اليوم إن شاء الله راح أشارككم هذه الجولة البسيطة في أبو خمسة. رحت لأبو خمسة، كنت أبغى أغراض وشفت الأشياء هذه وعجبتني وقلت أصورها لكم. صراحة حاجة حلوة وحاجة تقديم وحاجة ضيافة، ما شاء الله أشياء مرة حلوة عجبتني وحبيت أصورها لكم. قبل ما نبدأ الفيديو يا بنات، حابة أذكركم يعني اللي لأول مرة تشوف قناتي وتشوف فيديوهاتي، يا ريت تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلها كل جديد، وتكتب لي كومنت تسعدني فيه. الله يسعدكم إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. وعاد انتم ما شاء الله عليكم، ما يحتاج اذكر. صراحة حاجة حلوة وحاجة تقديم وحاجة ضيافة، ما شاء الله اشياء مرة حلوة عجبتني وحبيت اصورها لكم. كان الحقيقة انا ما اشتريت صراحة، لان انا عندي يعني صراحة فل الدولاب عندي، ما عندي مساحة اني اشتري اشياء جديدة، ولا كنت يعني مخططة اني اشتري حاجة تقديم او حاجة. كان في حاجات بس معينة كنت رايحة اخذها، ومع الاسف ما حصلت الاشياء اللي كنت ابغاها. فقلت أصور لكم الحاجات اللي جذبتني، يعني أشكالها حلوة. قلت أصورها وأشاركها معاكم. الأشياء هذه ما شاء الله حلوة مرة، أشياء للتقديم، يعني حاجات ضيافة وحقة المناديل وهذه الحاجات مرة حلوة عجبتني. حابة أشكركم يا بنات على تعليقاتكم وعلى دعمكم لي في الفيديو السابق. جزاكم الله خير عليها وعلى الكلمات الطيبة اللي قلتوها لي. الله يسعدكم إن شاء الله ويجعلها في ميزان حسناتكم. والله الكلمة الطيبة ما شاء الله صدقة، ما شاء الله تبارك الله، كلماتكم حلوة ودعمكم ما شاء الله. الله يسعدكم إن شاء الله ويخليكم لي إن شاء الله، ودايم تدعموني وترفعون معايا من مستوى القناة إن شاء الله. هذه هنا الصحون، هذه تقسيمات كذا للصوصات للفطور يعني للتقديم برضو، لأي حاجة انت حابة، يعني تختلف الاستخدامات كل واحدة واستخدامها لها. وما شاء الله تشكيلة حلوة من الصحون ومن الميلامين والقزاز هذه الصحون ما شاء الله عجبتني مرة حلوة. تشكيلة الأسود هذا حلو مرة. وكمان فيها أشكال ثانية برضو حلوة، يعني في منها الغويطة وفي منها الصحون المسطحة وفي منها الصحون يعني حقة الرز والإدام، وهذه الحاجات ما شاء الله حلوة من كل الأنواع. هذه برضو التشكيلة الثانية. الصحون ما شاء الله في منها كذا شكل مرة حلوة عجبتني ما شاء الله، أشكالها حلوة. كمان الألوان والنقشات كلها حلوة ما شاء الله. المحلة هذا يا بنات عندي هنا جنب بيتي، هذه ما شاء الله عجبتني مرة. التشكيلة هذه أشكالها ورسمتها ما شاء الله حلوة روعة، كلها ما شاء الله كانت على 5 ريال وعلى 3 ريال وعلى ما شاء الله تجني. في اللي 2 ب5 وفي اللي 1 ب5، يعني على حسب الأحجام. ما شاء الله أشكالها هذه مرة حلوة. النوع هذا في منه كذا شكل، بس مو بس مدور، يعني فيها غويط ومسطح وفي مربع وفي دائري. وهنا الأبيض سيد الألوان ما شاء الله. وهذه أشكال ثانية. هنا هذه الميلامين برضو حلوة وفي منها تشكيلة واسعة. هذه حقة الشوربة، أنا في منها عندي، بس شكل ثاني، يعني الرسمة ثانية تختلف. زي ما قلت لكم أنا ما اشتريت يا بنات من هذه الصحون بالمرة، لأن أنا عندي الدولاب فل، يعني ما عاد يتحمل. يعني إذا شريت أغراض صحون جديدة وهذه أجلس حايسة، يعني أوسع هنا وأشيل من هنا وأحط من هنا، فصراحة ما أخذت. يعني كان في حاجة أنا رايحة أخذها فما أخذت حاجة بسيطة يعني. هنا برضو هذه سيراميك، مقالي كده صغيرة. في منها المخططة هذه اللي كده للتشويح وكده، وفي منها السادة مرة حلوة وشكلها كيوت مرة.
وهنا البرطمانات هذه ما شاء الله تشكيلة واسعة ما شاء الله حلوة. العلب هذه للبهارات لأي حاجة انت حابة تنظمين فيها ما شاء الله حلوة ما شاء الله، وأحجامها حلوة. في منها الكبير وفي منها الصغير، في منها اللي غطاها خشب واللي غطاها بلاستيك واللي غطاها معدن ما شاء الله حلوة. في اللي كده سادة، قزاز سادة، وفي اللي قزاز كده مثلج كده مضبب، ما ادري ايش تقولوا له. وهذه برضو ما شاء الله فيها الغطا حقها كده فيها ربطة. وهنا المنظمات، قسم المنظمات ما شاء الله تشكيلة واسعة. هذه مرة ممتازة المنظمات يا بنات، تفيد وتنفع في الثلاجة، في الدولاب، أنا عندي صراحة منها أشكال وألوان، عندي منها كثير في الدولاب، في الثلاجة، في التخزين استخدمها. هذه الأشياء مرة تفيد يعني في التنظيم. المحل هذا ما شاء الله حلو وواسع ما شاء الله، وفيه كل شيء وقريب جدا يعني. حتى يعني لو حسيتني متضايقة ولا شيء أحيانا أروح له. هذه هنا برضو زبدية هذه الستانلس يعني لتذويب الشوكولاتة أو يعني الحمام المائي. وهنا لبادات ما شاء الله للمطبخ، للدواليب قصدي والدروج. في منها اللي حبتين ب5 واللي حبة واحدة ب5. أعتقد إنها علشان يمكن الكمية أو كذا. هنا قسم الأكياس والبلاستيك وهذه النفايات وأكياس الطعام معروفة يعني. وهنا طبعا المناشف. اعترف لكم يا بنات بسر يعني خلوا بيني وبينكم، أنا ما أقدر أقاوم المناشف. لا إذا شفتها على طول لازم أشتري منها. أخذت النوعية هذه المناشف مرة حلوة صراحة. عندي كمية مناشف بالهبل يعني، كل ما أشوفها في مكان لازم أشتري كذا. سبحان الله تجذبني، وتشكيلتها حلوة ما شاء الله، ونوعيتها حلوة وكميتها حلوة يعني ب5 ريال. وبس يا بنات، هذه الجولة كانت بسيطة في محل أبو 5 يعني. محلات أبو 5 ما شاء الله غنية عن التعريف. أصبحت ما شاء الله منافسة للمحلات الكبيرة بالنسبة للمواد هذه حقت المنظفات. ومن أبو 5 أوفر لك يعني، وأكياس الزبالة وهذا وانتم بكرامة، وأكياس حفظ الطعام كلها من أبو 5 أفضل شيء يعني تاخذيها، لأنها موفرة. وطبعا يعني احنا هذه الحاجات يعني زي المنظفات وأكياس النفايات وهذه حاجات ما راح ناكلها يعني، فأفضل تاخذيها من أبو 5. هنا يا بنات وصلتني هذه طلبية من أمازون، منظفات وحاجات يعني زي كده. دايما أطلبها من أمازون إذا كان عليها عروض أطلبها. صراحة هي طلبية واحدة لكن وصلتني على دفعة، طلبية واحدة ووصلتني على يومين يعني، كل كرتونة وصلت في يوم. هذه الكرتونة الأولى أفتحها معاكم. كان فيها في البداية أغراض شخصية يعني شلتها منها، والباقي منظفات يعني. هذه البخاخة منظف للأفران. حلو ما شاء الله يعني، ممتازة. أحسن حاجة فيه إنه يعني ما يكتم، اللي عندهم حساسية في الصدر أو شيء حلو مرة، ما يكتم ولا يعني مهو يعني شديد على الصدر أو على حساسية الصدر. وكتنظيف يعني لا بأس به. والباقي اللي هي هذه ملح غسالة الصحون، وبرضو صابون المواعين تبع غسالة الصحون. أنا اشتري الكمية هذه يا بنات موفرة ومعروفة، فانش يعني مرة غني عن التعريف. هذا يا بنات مو إعلان، هذه منتجات أنا أخذها واستفدت منها وحبيت أفيدكم فيها. الكمية هذه ما شاء الله 2 كيلو ونص، كانت ب59 عليها عرض يعني، فأخذتها وتجلس عندي سنة. وهذا الموضوع برضو منظف للأفران وزي كذا. يعني هذه المنتجات الملح وهذه يعني تبع غسالة الصحون. اللي عندهم غسالة صحون عارفين هذه الحاجة إنه ما في غنى عنها يعني. الملح برضو كان عليه عرض ب18 ريال، برضو حلو سعره. فزي كذا لما يكون عليها عروض أنا أحب أخذها.
وبعد كده وصلتني اليوم الثاني الكرتونة الثانية، فيها باقي الأغراض اللي كنت طالبتها من أول. افتحها معاكم. زي كان فيها مناديل، وبرضو الملمع تبع غسالة الصحون وصل في الكرتونة الثانية، وش اسمه الفيري وهذه الحاجة. يا بنات اللي توصل لهذا الجزء من الفيديو الله يسعدكم، لا تنسون اللايك والاشتراك للي ما هي مشتركة معانا في القناة، وتفعل زر الجرس، وتحطوا لي الكومنت واللايك يرفع مستوى القناة يا بنات، يساعد ان الفيديو يرتفع ويشوف اكثر مشاهدة، يعني الفيديو اليوتيوب يقترح الفيديو. هذه المناديل مناديل فاين للمطبخ، معروفة ما شاء الله بجودتها ممتازة. هنا برضو هذا الملمع الحجم الكبير 800 ملي كان ب30 ريال. هنا هذا السائل غسيل الصحون كان برضو ب8 ريال عليه عرض. والملح السكر هذا جاي بالغلط، يعني انا كنت طالبة بني وجاء هذا السكر الابيض. هنا الكلور هذا برضو كان عليه عرض، كان ب8 ريال. والمناديل هذه يا بنات كانت ب12 ريال كلها الكمية. وهذه روز فرش وليف. وبس يا بنات، هذا هو الفيديو، واتمنى يكون يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم، وفي امان الله.